اهلا بيكم في رحله جديده مع رحله نجاح بودكاست. احنا الاسبوع ده معانا حد من رياضيين من اولاد نادي المعادي. احنا سيزون 13 Unbreakable Spirit، نتكلم على المايند سيت بتاع الاثليتس. فالنهارده معانا كابتن نبيل ابراهيم. صباح الفل. صباح الفل. زي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. يعني شرف ليا اولا ان انا اصور هنا، شرف ليا ان قاعد مع حضرتك حبيبي. ده الشرف ليا انا والله. وانا عارف ان الشمس جامده شويه والدنيا حر قوي حارقه يعني. طيب حضرتك اديني كده يعني الرحله بتاعتك كده عشان الجمهور يبقى عارف حضرتك مين. انا مولود في المعادي. اوكي. في النادي هنا من وانا صغير جدا. اوكي. لعبت كذا لعبه، ابتديت الاول بالجودو وبعدين لعبت فروسيه. اوكي. وبعدين بينج بونج، وبعدين كنت بلعب في البسين سباحه وبتاع. فمدرب السباحه شافني قال لي انت بتعوم بسرعه، تعالى عوم معانا. اوكي. ابتديت العب. اول بطوله لعبتها كانت تتابع 10 في 50 تحت 10 سنين. اوكي. ومش عارف طلعنا الثالث، وكانت حاجه بالنسبه لي جامده جدا جدا ان انا يعني خدت ميداليه ورجعت الاهلي وبتاع. وبعدين بقيت في السباحه والوتر بولو، كره الميه. قعدت العب لغايه سن 17 18 سنه. وبعدين حولت خماسي حديث اللي هو سباحه، كان ساعتها مختلف عن دلوقتي. اوكي. كانت 300 متر سباحه، 4 كيلو جري. اوكي. فروسيه قفز موانع. اوكي. شيش اللي هو السيف المبارزه، وشوتينج بالرصاص 22. دولت كلهم 1 جيم. اسمه الخماسي الحديث. ده اول مره اسمع لا في حاجه تانية اسمها الخماسي العسكري والعشاري. العشاري بيبقى كله العاب قوه. اوكي. الخماسي الحديث اتس كومبينيشن اوف ديفرنت سبورتس. معقده جدا انك انت تجمع ما بين الفتنس بتاع السباحه والفتنس بتاع الجري. ايوه. وكانوا بيحطوا ساعتها، دلوقتي الدنيا اختلفت شويه، كان المسافات ال 300 متر دي ما بين ال 100 متر حره اللي هي سبيد وما بين 400 متر حره اللي هي انديورنس. اوكي. فحطها لك في النص. بالنسبه للجري كان 4 كيلو. اطول مسافه في السرعات في الجري 1500 متر. اوكي. واول مسافات طويله اللي هي الضاحيه 8 كيلو، حطها لك 4 كيلو بحيث يبقى عندك انديورنس وسبيد في نفس الوقت. سبيد. غير الاكيورسي بتاعه الشوتينج. غير انك انت بتتعامل مع حصان يعني مخلوق قوي جدا، بس انت هاف تو كنترول ات. والشيش طبعا فيها ريفلكس ونيرفس سيستم ورياكشن تايم سريع جدا وكده. اوكي. فبتبقى يعني it was one of the very interesting. اول مره اعرف ان في انا عارف التراي اثليتس ده، انا عارف الترايثلون ده جديد. يعني I understand that one. يعني الخماسي لعبه هو اسمها ايه بالانجليزي؟ مودرن بنتاثلون. مودرن بنتا يعني 5 باللاتيني. مودرن بنتاثلون از ذا جيم. دي اتس ان اولمبيك جيم. ات از. ده احنا عندنا بطل الاولمبي احمد الجندي. اوكي. كسب اول، بس الجيم اختلف دلوقتي. الشوتينج ما بقاش رصاص، بقى بالليزر. وبيكومباينوا الجري مع الليزر مع الشوتينج. والسباحه بقت اقل، يعني الجيم اختلف شويه. اوكي. ولغايه السنه اللي قبل اللي فاتت اظن الفروسيه اتبدلت بحاجه تانية، مش فاكر هي ايه بالظبط. اورايت. اوكي. بس فحضرتك كنت بتلعب الحاجات دي. وبعدين في الاخر لما حصل لي اصابه في صدري وكده وتشالنج شويه، فابتديت العب فروسيه قفز موانع. وبعدين حصل لي حادثه تاني. فقمت مركز في شغلي وفي حياتي العمليه. اوكي. انا اصلا خريج هندسه طبيه، بايوميديكال انجينيرنج. اشتغلت وركزت بقى في شغلي وانقطعت خالص عن الرياضه like 35 years. اوكي. بحب الاكل قوي. فقابلت واحد صاحبي. فقلنا نبتدي نلعب. قال لي بقى ماراثون ومش ماراثون جري، وانا ما بحبش الجري. فدورت على الماراثون بتاع السباحه. فعلا ابتديت اتمرن مسافات طويله عشان انزل اعوم بشويش وبالراحه كتير كده. فانت بتعوم بسرعه ما تلعب بطولات. قلت له انا مش عايز ستريس. قال لي يلا وبتاع. وكم واحد من صحابي ضحكوا عليا وودوني نلعب بطوله العالم في كوريا. والحمد لله عملت مش بطال. اوكي. وبعديها ابتديت هي ماستر سويمنج. ايوه. كلمه ماسترز في السباحه او في كل الالعاب from 25 years old الى ما شاء الله. كل 5 سنين بيبقى في جاب بيلعبوا، يعني 25 30 يلعبوا مع بعض، 30 35 يلعبوا مع بعض اوكي. فانا اللي خلاني اتحمس جدا ان شفت ناس فوق ال 85
بيلعبوا سباحه بتنط ستارت. فقلت يعني قلت اتس مايند سيت بالظبط. جه في دماغي حته ان هي دي اتس مايند سيت بالظبط. هي ملهاش علاقه انت تعبان مش تعبان، سنك كام سنه. فحته يعني حته السن دي it's just a number. it's just a number. I agree. وبعدين انت ممكن يبقى عندك حبه تشالنجز صح، وده طبيعي انك انت بيحصل وير اند تير في كل حاجه في جسمك. لكن اتس يور تشويس تستموت وتقول انا عيان. حتى في حديث بيقول لك لا تتمرضوا فتمرضوا. ايوه صح. او انك انت تقول I will do the best I can with the limitation that I have. exactly. ركبتي وجعاني ماشي هسيسها واعمل الماكسيمم اللي اقدر عليه. حلو. فاتس يور تشويس تو سرندر I agree مع حضرتك. عشان كده احنا لما جينا نعمل الموسم ده انا عايز افهم المايند سيت بتاع الرياضيين، لان المايند يعني الرياضيين اكتر ناس بيتحط لهم اكزامبلز في البيزنس. ازاي؟ لان هي مش بس جري ولا مش قوه بس اتس مايند سيت يعني. فعجبني قوي حضرتك انت بص هقول لك على حاجه لو اقدر ادي نصيحه للشباب الصغيرين يا ريت. consistency is the key. انا بقول هي دي الفكره. فاهم قصدي؟ يعني انا النهارده لو اجي عايز اعمل اي حاجه لازم اخليها تحاول تبقى في حياتي consistent. حكايه ان انا اموت نفسي ريجيم عشان اخس، طب ما انت هترجع تاكل تاني. لازم تبقى لايف ستايل انت ماشي عليه. فاهم ازاي؟ وبرده اتس مايند سيت. انا لا هعذب نفسي وافضل قاعد ما اكلش حاجه خالص وحارم نفسي من كل حاجه ولا هقضيها بضرب كل يوم خرفان وحاجات دي واتوقع ان انا ابقى صحتي كويسه. بس ممكن every once in a while تاكل اكله تبقى يعني تشبع النفسيه من جوه وبعدين بس تكمل تعيش هيلثي. فاهم ازاي؟ عايز احكي لك على حاجه. ان انا لما اول بطوله لعبتها كانت في كوريا. بطوله العالم الماسترز، وكسبت طلعت اول في 50 متر حره، تاني في المية حره، رابع في 50 دولفين. ونزلوني سباق 400 متر طلعت فيه السادس، خدت ميداليات برضو بس مش بتاعتي المسافات الطويله دي قوي. وبعدين السنه بعديها كل سنتين في بطوله عالم. السنه اللي بطوله العالم بعديها كانت في اليابان. كنت تعبان شويه وتعبت في اليابان اول ما وصلت ودخلت مستشفى ونزلت ال 50 حره طلعت الثالث سوري. كنت زعلان من نفسي ان انا ما اديتش، بس في نفس الوقت قلت طب ما انت كنت عيان وسخن من يومين في المستشفى معلقين لك محلول. فكلمت واحده اكبر مني استاذه سهير العطار. دي اكزامبل كبير جدا بالنسبه لنا كلنا في السباحه. فقلت لها انا عايز ابطل سباحه، انا زهقت من شده الستريس بتاعه السباقات. قالت لي تبطل ليه؟ هو انت مش طلعت اول وتاني وتالت ورابع وخامس على العالم؟ قلت لها حصل. قالت لي لو خدت ميداليه تاني اول او تاني هتفرق معاك في حاجه؟ قلت لها ديفنتلي نوت. قالت لي انا مش بتمرن سباحه، انا بنزل اعوم وبنزل السباق اتبسط. شوف الكلمه بقى الصغيره دي فرقت معايا جدا. فقمت مغير المايند سيت بتاعي اللي حضرتك بتتكلم عليه. انت بدل ما تحط نفسك في ان انا داخل سبق وهتشد ولازم اجيب بطوله، اصل هم للاسف احنا في كل البلاد بيقيموا الشباب او الناس اللي بتلعب رياضه بميداليه. it does not define you. لا طبعا doesn't. فالست قالت لي سهير قالت لي كلمه حلوه جدا، قالت لي participation is winning. شوف الكلمه طبعا. فانا in my mind قالت لي انزل اتبسط في السباق. فقلت لنفسي طب انا هنزل تو انجوي ان انا اعوم بسرعه. اطلع اول اطلع 15، ما انت ممكن يجي لك كرامب وانت في وسط السباق. صح مش معناها حاجه وانت متمرن لما طالع عينك سنتين قبلها. خلاص يا اخي ما انت ممكن تبقى ماشي في الشارع وتتخبط وتروح خالص. ما هو انت ما فيش حاجه you're not in control of anything. فالواحد لازم to keep doing his best في كل حاجه وخلاص and enjoy. alright. do you agree ان يعني انت بتشوف ان الاهالي يعني من نظرتك whatever sports يعني انا اكتر حاجه بكرهها الاهل اللي هو ايه بيسترس على الولد ان هو يطلع الاول ويطلع الثاني يطلع الثالث. وزي حضرتك ما قلت بص احنا ايامنا، انا ايام ما كنت بلعب سباحه وانا صغير ابويا الله يرحمه ما كانش بيعرف يعوم اصلا. فشافني رايح تمرين الصبح 6 الصبح وتمرين تاني بعد الظهر وبتاع، ورايح من التمرين وجاي من التمرين
وبعدين بس بطلع اخش بطوله اكسبها في بطوله الجمهوريه ومش عارف ايه وبتاع وارجع. ففي مره بيقول لي انت عمال تتمرن جامد قوي يا ابني وبتعوم شكلك بتكسب، انت بتعوم ايه؟ قلت له بعوم كرول اللي هو الحره. كان ساعتها 100 متر. قال لي مسافه قد ايه اللي بتعومها؟ قلت له 100 متر. قال لي ياه، يعني انت كل التمرين ده يا ابني عشان تعوم 100 متر؟ he was not even aware انا بعمل ايه. اوكي. لما جيت اتفرج عليا مره كنت مبسوط جدا، بس من جوايا خلاص كده كفايه عليك، انا مش عايز قدام صحابي تبقى انت ايه عمال كل شويه اصل ابوه جاي يتفرج عليك، يعني مش القصه. بعد كده حصل الاجيال الجديده كلها اهاليهم بيجوا يتفرجوا ويقعدوا على التمرين ويقعدوا على البتاع. انا في رايي المتواضع جدا مش بس بتحط بريشر على الولد، الولد هيبقى دايما عايز يأدي قدام اهله، ايوه عامل حسابهم، فبتحط عليه بريشر ملوش لازمه خالص. وقصه ان انت تقول له لازم تكسب ذهب او لازم تكسب، هو مين اللي قال؟ ما هو الدنيا كلها لو في مثلا مليار بيلعبوا كوره اللي جامدين قوي هم 10، فانت هتضغط على ابنك انه يطلع من ال10 دول؟ حرام عليك. لو ربنا مديله الامكانيه هتحصل سواء انت موجود او مش موجود. صح. يعني انت ما بتزودش حاجه للولد الا وجهه نظري وقد اكون مخطئ الا ستريس على الولد. صح. او البنت. تقول لي وهم بيبيهات صغيرين بتبقى لذيذه ان الاب والام يروحوا يتفرجوا، عايز تعلم ابنك خيل مثلا تروح تتفرج عليه اول مره تاني مره خلاص بقى خلصنا. وتوديهم بعد كده يروحوا مع حد او توصله وترجع، يعني سيبه يعيش حياته. ده رايي. ده هايل. طب حضرتك مين الكوتش او المنتور اللي غير تفكيرك كمنتاليتي يعني؟ بص احنا كان في مدرب سباحه كان اسمه كابتن صبحي بدر. ده طبعا كان الاب الروحي لاي حد من السباحين بتوع زمان هيقول لك عليه. كان في نادي المعادي هنا وكان بيمرنا ووتر بولو. ده السنه اللي مات فيها انا كسبت بطوله الجمهوريه وكسبت بطوله مصر الدوليه، وفريق نادي المعادي كسب بطوله الجمهوريه في ووتر بولو. زي ما يكون كلنا كنا عايزين نجيب له هديه بعد ما توفى. ده كان طبعا لو اتكلمت مع اي حد من السباحين ده كان حاجه جامده جدا بالنسبه لنا. بعديها واحد من الناس اللي بتعوم في المعادي، يعني طبعا في كابتن علاء جبر. ده كان مثل الاعلى. محمد الجندي مرني بعديها. وهم اللي كملوا بعد كده. علاء جبر هو اللي خلاني اخش خماسي. ودخلني في سكه الخماسي الحديث. فالمدرب دفنت لي عليه دور جامد جدا جدا جدا، لانه الواحد بعد اهله ويمكن في التمارين قبل اهله المدرب بتاعه. انا شفت مدربين سباحه لما رحت اتمرن في الماسترز وكده حد بيزعق للولاد، قلت لصاحب الشركه قلت له بص كده غلط، ما ينفعش. انت في فرق انك تحمس الولد وانك تقعد تزعق له لما تكسره. شفت ناس كتيره جدا صغيرين مكسورين من جوه، ده مش هيأدي يا ريس. صح. هو بحسن نيه بيعملها ان هو قال يعني بيحمسه. بس في فرق بين ان انا احمسه وان انا ازعق له واكسره. مظبوط. فدي بتبقى فارق كبير جدا. وعلى فكره ده مش بس في مصر، ده في العالم كله. لان المدرب غالبا بيبقى عايز يطلع نتائج عشان يبقى اسمه هو كذا وكذا فانما حاجه مؤثره جدا في الشباب وفي الرياضيين المدرب بتاعه، لانه قبل اي حاجه عايز يبسط الكابتن ان انا عملت كل اللي احنا اتكلمنا فيه واتمرنا عليه. فانت شايف المدرب الناجح يكون عنده السكيل بتاع البيبل ريليشن شيب ولا يكون تكتيكلي تكنيكلي شاطر؟ بص اولا لازم يكون تكنيكلي شاطر عشان بس ما نهزرش، لانه انت بتعلم اتس ساينس افتر اول. طبعا. والناس بره في سباحه او غيره بيبقوا متقدمين عندنا، عندهم ريسيرش وديفلوبمنت ومتقدمين علميا عندنا. طبعا. فان انا اكون عندي النو هاو كمدرب ده بري ريكويزيت، يعني ده حاجه عامل اساسي. اوكي. الاهم بقى من كده التعامل مع العيال. في فرق ان انا اكون حازم او ان انا ابقى بزعق عمال على بطال، وان انا اكون رحيم. يعني لازم الولد يحب الكوتش. لو حبه هيولع الدنيا. لان انت لما تعمل حاجه بحب بيبقى عايز، زي ما حصل معانا مع مدرب كابتن صبحي ده. هو مات وكلنا موتنا نفسنا في كل حاجه. صح. فاهم؟ فانك تشتغل بولاء وحب للكوتش ده بتيجي ان هو ايوه ممكن يزعق لك لما تعمل حاجه غلط طبعا، بس بتبقى انت عارف بعد التمرين ايه طبطب عليك. انا ما كنتش بزعق لك، انا كنت بس بفهمك كذا. يعني لازم يكون في ديالوج اللي بيها الولد يحس لا هو بيحبني وبالتالي انا بحبه، فانا هعمل اقصى 120% من اللي عندي عشان ابسطه لاني بحبه. لو هنتكلم بقى بزعيق وبعصايه وبتاع لا مش هتجيب خالص. مش هتجيب نتيجه.
حلو. حضرتك كنت بتقول انك انت اتصبت فين؟ في الكتف. انا لما لعبت بطوله مصر الدوليه الخماسي طلعت، كانت بطوله جامده جدا، وكان فيها البطل العالم كان ايطالي، والثالث على العالم فرنساوي. اوكي. انا في السنه دي الحمد لله يعني ربنا وفقني، طلعت الاول في السباحه. أوكي. وطبعا دي كانت بالنسبه لمصر حاجه حلوه قوي. طلعت الثاني في روسيا. اوكي. وكنت عشان لسه مبتدي الخماسي طلعت سابع ترتيب عام. اوكي. فاتحطيت في المنتخب بتاع الخماسي، وكان المفروض نسافر لوس انجلوس اولمبيك جيمز سنه 84. ايوه. المنتخب طلعونا تدريب مع المانيا. اتمرنا مع المانيا، والمدرب الالماني قال لي تقعد معايا لمده سنه، هعمل منك بطل عالم وكده. قلت له بص، انا كان والدي لسه متوفي، قلت له انا بابايا لسه متوفي وانا في الهندسه في سنه ثالثه. والخماسي ما باكلش عيش. هتطلعني بطل العالم اتس نايس، بس الخماسي ما هوش جولف، ما هوش تنس تقدر تعمل منه بتاع، وانا ما كانش عندي امكانيات خالص. فكان لازم اركز في شغلي. اوكي. رجعنا من تدريب المانيا، وكنا بنجهز نفسنا للوس انجلوس اولمبيك جيمز. جالي للاسف حاجه اسمها ازماتيك برونكايتس، بيبقى التهاب شعبي ربوي في صدري. كل ما انزل اتمرن يجي لي برونكايتس، وارقد فيها شهر في السرير. فضلت مكمله، فحسيت ان لا مفيش فايده بعد كذا سنه يعني. اي جيف اب ذس، وقلت ابقى اركب فروسيه اللي هي ما فيهاش مجهود عنيف قوي، انت قاعد على الحصان يعني. فكسرت الحوض وانا بنط سد عالي شويه. فحسيت ان هي يعني صايم عند ربنا، يا ابني الكلام ده ما بياكلش عيش، اقعد اشتغل بقى وركز في شغلك. بس اوكي. فدول كانوا الاصابتين اللي عندي. بس do you agree ان اللعيب او اي اثليت لو المايند سيت بتاعه قوي، اي اصابه بتجيله المفروض ان هو يكمل يتغلبها؟ بص، يتغلبها. حاجه مهمه جدا، البني ادم لازم يسمع لنفسه. في فرق ان انا اكون بتمايس او بتدلع، ايوه، وفرق ان انا بفتري على نفسي. اوكي. المفروض لو انا عندي حبه وجع كوجع عضلات ادوس عليه، انما لو في وجع في مفصل لازم اخد بالي. انا كنت بدوس على نفسي وانا صغير. كنت ببقى مثلا يا دوب خارج من الالتهاب الشعبي ده وانزل اجري. اوكي. فكانت غلطه شويه. النهارده انا هقول لك طب ما لسه الموضوع موجود، ولكن بسايسه. باخد مثلا بخاخه اللي هي بتاعت الربو دي، الفانتولين. لو حسيت ان صدرك قافل شويه وتنزل. بتحصل ان انا بكون تعبان يعني. اخر بطوله كنت في ابو ظبي، نزلت سباقين ورا بعض. وكان في يوم راحه، واليوم اللي بعديه عندي ال50 اللي هو اهم سبق عندي. جالي حراره. ريحت. وواحد صاحبي قلت له اخد بين كيلر، قال لي لا ما تاخدش حاجه، ونزلت السباق. ما كنتش سخن، بس ما كنتش ان ذا بس كونديشن، بس نزلت واديت وكسبت وعملت ذهب وكله. بس يعني ما عملتش الرقم بتاعي، يعني ما عملتش الرقم اللي كان نفسي اعمله. بس تمام. انت كنت يعني لازم برضو تسامح نفسك شويه. صح، فاهم قصدي؟ احنا مشكله عندنا كبشر، احنا بندوس. بندوس يعني ما عندناش السيلف لاف هم بيتكلموا عليه. صح. ما يعني we judge ourselves very harshly، فبالتالي احنا بنبوظ نفسنا، برغم ان our body ساعات بيدينا السيجنالز ان احنا لازم نريح. ما انا مش معناها عايز اعلق على الحته دي، انه اعتقد انا مش هفتي يعني، ممكن الناس بتوع علم نفسي يقولوا لنا. اعتقد انه نتيجه وانت صغير كان في ضغوطات في التمارين او كذا. ان انا يعني احنا ايام زمان كان دايما يقول لك ايه، نو بين نو جين. ايوه. هتعمل مثلا 10 ضغط اخرك، دوس على نفسك اعمل 2 كمان. الكلام ده اصبح النهارده في العلم الجديد غلط خالص. يقول لك انت في الماكسيم بتاعك 10، اعمل 8 وريح، هتعمل 10 تانية. ايوه. حلاوتي لما اعمل 12 ورقدت على الارض. فايتس نوت رايت تو بوش اكتر من يور ليميت. النهارده الساينس بيقول لك لا، يو شود نوت ريتش ذا ليميت. انت تعمل 80%، هتعمل مجموعه تانية، فجسمك يستفيد اكتر. صح. فالواحد حكايه ان انا احس ان انا نو بين نو جين، ان انا وكان في مايند سيت في حاجات كتيره جدا. لو ما عملتش كذا مش صح. هو انا لازم مثلا في الصيام، هو انا لازم اكون بتعذب عشان اصوم؟ لو انا بتعذب قوي، ده ربنا قال لك الذين يتقون فدية طعام مسكين. يعني انت ما انتش، بس انت المقياس. انت اللي هتقول هو انا بتعب بجد ولا انا بتدلع. فدي حاجه عندك انت، فلازم تبقى في سيلف لاف زي ما حضرتك قلت. والواحد يبقى حاسس هو انا بتدلع ولا بفتري على نفسي. اوكي. ايوه. فهي دقيقه شويه، لازم الواحد يبقى امين مع نفسه. صح صح. نادي المعادي احنا مصورين عنده. انت شايف ان النادي بيدي سبورت لوجيستيكلي و تكنيكلي
وايموشنلي للعيبه في النادي؟ بص I think النادي بيعمل الماكسيمم اللي قادر يعمل عليه. اوكي. to be honest with you. اوكي. لانه الدنيا اتغيرت في مصر كلها. ولو هنتكلم بصراحه شديده جدا الاعباء اللي على مجلس الاداره او الاعباء اللي على الحكومه اصلا عندنا في مصر. انت النهارده عندك ظروف معينه. فاهم ازاي؟ وعندك امكانيات محدوده. صح. يعني انا في فتره من الفترات كنت دخلت مجلس اداره وانا صغير، كنت عايز اسد الدين بتاعي للنادي لانه علمني كذا حاجه. اوكي. اول ما دخلت قالوا لي، اقول لهم طب يا جماعه احنا الفلوس ايه نظامها، بنشتغل ازاي؟ قال لك الاشتراكات بتساوي مرتبات الموظفين في النادي. اوكي. طب نصرف ازاي؟ نجدد كراسي ازاي؟ فبتبقى تشالنج جامد جدا انك انت تحاول تعمل الصح وعايز تصرف وامكانياتك محدوده، فبرضه الواحد ما يحملش. يعني اذا اردت ان تطاع فامر بما استطاع. اكيد. فهو أكيد. النادي اكيد بيعمل اقصى ما يمكن في المجالات اللي عارف يعملها. ان كان على النادي لو معاه الامكانيات هيجيب احسن مدربين في كل الالعاب ويعمل، بس انت بيبقى عندك بادجت ليميتيشن. صح. وعندك صح. حاجات مش كل الناس عارفاها مثلا. تشالنجز في حته معينه، عندك مصاريف في حته معينه. العضو زي الشعب كله. يا عم البنزين غلي، طب ما هو البنزين اصلا مدعم يعني بكتير قوي. انت فاهم قصدي ازاي؟ فما بيبقاش عارف. هو مش من حاجه غير انك انت مش عارف. فالنادي بصراحه بيعمل اللي يقدر عليه. احنا في الماسترز تو بي فيري اونست وذ يو، احنا طبعا الوضع مختلف شويه، كل واحد لازم يشيل نفسه بنفسه. يعني انت بتسافر على حسابك وبتعمل على حسابك، انما النادي مشكورا اهو يعني ابراهيم شربايه رئيس النادي بيكلمنا، بيعمل بيشجعك، بيقول لك ان انت تعالى ادي مثل للشباب الصغيرين وهكذا. فانت بتحب النادي. انا مولود في المعادي، فانت يعني فاهم بارت اوف يو. يا ما هو حد قال لي ان النادي ده سمول فيليج بتوع سكان المعادي. فيري سمول فيليج اكشلي حتى فاميلي. اوكي. طبعا. اوكي. ما انا يعني انا عيله مامتي وجدتي وخلاني من المعادي. من المعادي. فيعني انا بحب المعادي. قعدت 10 سنين في المعادي وبعدين يعني اضطريت اروح ارجع تاني مهندسين لاسباب لوجستيه للولاد عشان المدارس وكده. فلا هو يعني اي اجري مع حضرتك طبعا. النادي المفروض يبقى عليه دور، ومفروض العضو برضو عليه دور في التشجيع. انا موافق جدا على الكلام ده، لان النادي كنادي ما هو مجلس اداره بيتغير، واللي بيشيل الشيله هيتغيروا. فدور الناس ان كله يتكاتف مع بعض، اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، اللي يقدر يسافر على حسابه يسافر على حسابه. صح. لان النادي ما يقدرش يصفر كل اللعيبه في كل المجالات ويجيب لهم احسن مدربين ويجيب لهم احسن لبس يعني. لا هي طيب حضرتك ايه النصيحه اللي تديها للشباب الصغير؟ النصيحه اللي اديها للشباب الصغير انك دود بس يمكن اعمل احسن ما اللي ربنا مديهولك. اوكي. ربنا مدي كل واحد فينا امكانيات. اوكي. بطريقه معينه، سواء في جسمك سواء في دماغك سواء كذا. اعمل استغل كل الادوات اللي ربنا مديها لك انك تطلع احسن حاجه منك كانسان. وزي ما قلت لحضرتك في الاول انه الكونسيستنسي هي المفتاح. انا دايما بقول consistency is the king. يعني حتى في الدين يقول لك ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، حتى لو قليل. ايوه. تعمل طول السنه حاجه صغيره احسن ما تعمل مثلا في شهر رمضان تموت نفسك وبعد كده ويا ريت السلام عليكم. يا ريت يا فندم ان هو الناس تبقى تسمع الكلام ده، لان انا دايما بقول السكسس هو مش انك انت تحط جول كبير وتروحه، لان لو ما وصلتش الجول ده هتبقى يفيل ديسابوينتد يعني. صح. حط ستيبس صغيره، مايلستونز صغيره، وانجح في حاجات صغيره. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لحضرتك برضو نصيحه للشباب الصغيرين، مهما عملت ومهما وصلت لازم تبقى متواضع. يعني انا شفت بوست حطه دكتور مجدي يعقوب وهو أيوة. من هو قال لك اعمل احسن ما عندك في شغلك. ايوه. وخليك متواضع. صحيح. لانك انت مهما عملت انت يعني هتفترض انت سباح جامد قوي، انت في السباحه كويس، اي عيل في الجري ممكن يقطعك، فانت ما تفتكرش ان حاجه. صح. always try to improve. صح. دايما في room for improvement. صح. شكرا لوقت حضرتك. Thank you. يعني بصراحه your story very inspiring،
واسف برضو ان الشمس لا انا علقت شويه بس زي الفل. يعني بصراحه يعني اتبسطت جدا، عرفت حاجه جديده، عرفت حته الموضوع الخماسي ده اول مره اسمعه بصراحه يعني حبيبي. و I'm truly humble ان حضرتك شرفتنا حبيبي ربنا يخليك، شرف ليا والله. It was an amazing يعني توك مع حضرتك. شرف ليا وثانك يو ان انتوا استضفتوني. واتمنى لحضرتك النجاح. ثانك يو سو ماتش. واشكرك مره ثانيه. ثانك يو فيري ماتش. شكرا جميعا انكم سمعتونا الاسبوع ده. الاسبوع الجاي ان شاء الله يبقى معانا رياضي تاني من نادي المعادي، فخليكم معانا لغايه الاسبوع الجاي. السلام عليكم.